صباح الخير يا جميلات، وش حوالكم؟ ان شاء الله راكم بخير. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم في اخر فيديو قبل رمضان، شهر الرحمه والمغفره والبركه. راه ما بقالوش بزاف، يا ربي دوجور ولا ويلحق ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، ربي يدخلوا علينا وعلى كامل الامه الاسلاميه بالخير والبركه والفرحه، قولوا امين. قبل ما نبداو الفيديو يا جميلات، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوليش هذاك الجيم والكومنتار، وديروا اشتراك في القناة. ويلا نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا لهنا، رانا خرجنا للفيلاج، درنا جولة في المحلات، رحنا بوصوف، المعرض السلام، رحنا يعني الاغلبية تاع الماء تاع الفراشات قليل وين دخلنا لهم. كما شفتوا في العنوان، اختي راهي تجهز في دارها. شرينا غير لماعن الفراشات، شرينا غير واحد لي طابي. يعني الصراحة دارها مازالت ماهيش واجدة كما نقولوا 100%، يعني جاهزة للسكن. مازالوا فيها هكا روتوشات صغار، صورتها لكم في الاول. ومن بعد مانيش عارفه كيما جيت نخدم المونتاج تاع الفيديو، قلت ما كان له ما نحطش درك، قلت حتى ترحل ان شاء الله شغل تستف روحها وتصاي تحكم دارها، ومن بعد نقدر نشارك معكم كشروتين من تما. اني قلنا لها انا وسلفتها نهار تروحي تعمري الكوزينه، عيطنا حنايا نخيروا معاك. قالت لنا خلاص انا نولي نطيب القهيوه تاعي، نحط رجل على خوه ونكونيكتي، وانتم طيبوا وخدموا براحتكم كما توجدوا. برك عيطوا لي خاطر سلفتها تاني كي غير وين فتحت قناه واسمها روتينات ايام. المهم نرجعوا للفيديو تاعنا ونحكي لكم على الاسعار تاع هاد الماعن. شوفوا نبداو اول حاجه، هذوك السخونه اللي شفتوهم في الاول، هذوك تاع بكري. هذوك كانت وحده تبيع فيهم 4 ب10,000، هيا شراتهم. شرات هذوك الزوج الصغار الواحد ب5,000. شرات هاد لاسوبيير وهاد لي بول 6 ب180,000. كاين هذا تاني صحن، هذا تاع تحبوا ديروا فيه سلطه ولا تخلطوا فيه التحليات، هذا يدير 25,000. شرات هاد كؤوس التحليه او ليفيرين، الله اعلم واش اسمهم، هادو شراتهم ب30,000 6. ما لاحظتوش بلي الماعن ولا رخاص، سورتو هادو تاع التحليات هاد العام راهم طوندونس، تاع الورده هداك تاع القلب هادو شراتهم ب35,000. وكاينين اللي يدخلوا للفور، هادوك اللي يدخلوا للفور يديروا 48,000. صراحه انا ما عجبونيش، ما قدرتش نيماجيني هكا قراطه ولا في حاجه كيما هذا، ما نعرف. كاين هادو تاني تاع قهوة وحليب والتاي، هادو جايين 3 بياس يتباعوا في بعضهم. شريتهم في 3 ب90,000، يعني الواحدة ل30,000، تاع التاي 30، تاع القهوة 30، وتاع الحليب 30. هاد الموديل الترونسبارو هاد العام راهو شايع بزاف. هيا شراتهم يعني باش نكونوا متفاهمين. شتو هادو الماعن اللي شرات هي، راهي شراتهم تاع الدوم، ماشي كما نقولوا تاع ضياف ولا تاع شغل مناسبة ولا. شريتهم يعني مبدئيا كتجهيز اولي، باش كي ترحل لدارها ما تلقاش دارها فارغه، يعني تلقى فواش تطيب فواش تاكل فواش تشرب. كاين هاد الكؤوس تاني، هادو شريتهم ب30,000، وجبنا ساعه وانا وهي وسلفتها نتناقشوا واش نقدروا نستعملوا فيهم. انا بانولي تاع جو الغازوز هذا مكان، وهما قالوا يقدروا يديروا فيهم ما من التحليات، الله اعلم. بانولي التحليات يجيو في الحجم مقلع على هكا وما نعرف. لما انت هاد المرحلة مش رايحين تتوقعوا نهائيا وش من عام جو منه. هاد الماعن اللي قاعدين نشوفوا فيهم هادو تاع جهازها اللي كانوا داروهم لها كادو في عرسها، يعني من 2019، حسبوا راهم 7 سنين الله يبارك وهي مازالت مخبية فيهم. كاين هذاك السيرفيس اللي في لابواط الغوج، كاين هذا تاني، هذا رايع شغل جاي كريستال هكا، والزجاج تاعو ثقيل هايل هايل، انا عجبني هذا، سورتو الطاس تاعو يهبل. على بالي درك يتطرح السؤال تاع علاه خبات معناها هاد السنين كامل وما جبدتش استعملتهم مع جوزتها. خاطر جوزتها اولا بعدا ما خلاتهاش تجبدهم، قالت لها يما خبي معنك باش نهار تروحي لدارك تلقاي شويه هكا عندك باش تبداي. وماما جوزتها يعني الله يبارك عندها المعن الخير والبركه، ماهيش محتاجه انها حتى تجبد اختي معنها. ليسونسيال نرجعوا لما عنشتو هذا السيرفيس تاع الفخار، يعني هذا معروف عند الجزائريين بكل اي دار لازم تكون فيها اللمسه التقليديه الجزائريه. سيرفيس كانت شراتو ب180، فيه صحن كبير وخمسه متوسطين مع البرمه وزوج دقاص البن. شريتهم من بني هارون، من هذوك الطواب اللي يحطوا تما. والماعن الاولين شريتهم بكل من معرض السلام.
كاين هاد السيرفيس تاني، هذا كانت جابته لها وحده من لافامي تاع راجلها اللي هي في نفس الوقت لافامي تاع بابا، راهي بنت عمو. يعني حنا قلت لكم احنا رانا عائله وحده، يعني نفس لافامي بابا والعائله تاع راجل اختي راهم ولاد العم. على بها تلقاوني كيما نروح عندها نكون مرتاحه، ما نتقلقش، خلاص خلاص ما نحسش روحي غريبه في وسطهم. العكس عند ناديه، شتو عند ناديه كيما نروحو شغل من الصالون ما نخرجش خاطر نحشم منهم. اي دار جديده تتعمر هكا بالعقل، بشويه بشويه حتى تتعمر. مستحيل تلقاو دار تتعمر في ليله ولا في نهار ولا في سمانه، كيما تبنى طوبه فوق طوبه هكاك لماعن، سواء الماعن ولا الكتروميناجي ولا الفراش ولا اي حاجه. هي يعني الحمد لله الكتروميناجي عندها كلش. لماعن تاع الدوم هاني قلت لكم هي عندها هادو. بقاو لها لماعن هكا مثلا تاع زعما تاع عرضه، سيرفيسات طابل، قهوه، حليب، سني، يعني معنى كبريستيج كما نقولوا. بالنسبه للصالو، صالو انا قلت لكم رحنا شفنا لي فوتاي، صراحه ما عجبونيش والله لا يسواو. ديجا لي موديل اللي صورت لكم هذوك يبهدلوا، ولا واحد فيهم عجبني. كاين تا 17 مليون تا 15 تا 12، يعني صراحه ماشي البري تاعهم. هاي شغل تفاهمت مع راجل، هاي يطلعوا واحد خير وخير، ولا بالك يلقاو في جهه خلاف، الله اعلم. شوفوا هادو لي طابي شريناهم من عند المسيلي اللي بالدروج، هادو البري تاعهم 120، صراحة يهبلوا كاليتي وبري. ندمت اللي ما شريتش منهم الجهازي، كون ديتهم وليت نبدل بيهم، والله غير عجبوني بزاف. حتى لدركي وليت نخدم في الفيديو باش وليت قلت كون غير انا تاني خطفت هكا 120 مباطل. هادوك تاع السكر والقهوه لي بواط شريناهم 190. نشفى انا العام اللي فات شريت كيما هما يشبهوا فيهم ب 390. هادوك لي كورباي شريناهم ب35 الف للوحده. وهذا شومان دو ثابل شريناه واقيلا ب120 ولا 190، والله ما شفت. لهنا رايحين نسيقوا وبدينا نهزو في الزرابه. وهذا الدبدوب اللي راكم تشوفوا فيه ما يشوفنا هزينا الزربيه ولا مطرح يجي يمشي ويجري باه يلعب فيهم، حبيبي الله يبارك يهبل ما شاء الله. بدينا اول حاجه خرجنا الزرابه يتنفسوا ويتهواو ونفضناهم من الغبره. هما تاني عندهم الغبره كتر علينا حنايا، كارثه الغبره عندهم، قد ما نحكي لكم ما تصوروش. هما من فوق راهم يبنيو في الدوزيام ايطاج، والمسجد اللي انفاس ليهم راهم يبنيو، وزيد راهم جايين على كما نقولوا على الطريق، يعني الطوموبيلات طالعين هابطين. سما الغبره راهي من كل النواحي، كما يقول لك البحر من امامكم العدو من ورائكم. واختي في النص تعاني. بما أننا على أبواب رمضان حبيت نحكي معاكم شوية كيفاش نستغلوه بطريقة صحيحة، وكيفاش ننظموا وقتنا فيه بين الطبخ والعبادة. رمضان كما على بالنا ماهوش غير صيام على الماكلة والشراب، هو تاني فرصة باش نتقربوا من ربي كتر وننظموا حياتنا، نكونوا أفضل نسخة من أنفسنا. أهم حاجة نركزوا عليها في رمضان هي الصلاة، تخلي وقت الصلاة مقدس، مع يأذن بعد تلقي كلش من يدك وتروحي تصلي. الصلاة في رمضان ما نربطوهاش غير بالأوقات الخمسة المفروضة. رمضان راهو عنده خصوصية واللي هي صلاة التراويح، لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاولي ديما بعد صلاة العشاء كما تغسلي الماعن وتفرزي وديري نيطواياج وتكملي، خصصية لو كان من 20-30 دقيقة لصلاة التراويح. وماشي شرط تكوني حافظة القرآن، تقدري تقراي من المصحف، وماشي لازم تاني تروحي للمسجد، تقدري تصلي في الدار. الصح كامل راهو في النية والانتظام. نمدلكم مثال عن نفسي ومانيش نجهر بواش راني ندير، بالعكس راني نشجع فيكم باش ديروا نتوما تاني في رمضان. شوفوا انا عن نفسي صلاة التراويح من اللي بديتها في الجامعة يعني كان في عمري 17 سنة، ومن هذاك الوقت الى يومنا هذا ما نقدرش نتخيل يجي رمضان وما نصليش التراويح. صراحة وليت نحسها شغل راهي فرض كما العصر والظهر والمغرب، هكاك دوكا صلاة التراويح في رمضان كون ما نصليهاش يأنبني ضميري. والحمد لله اللي زرع فيا ربي هذا الشعور باش نصليها، والله ألف حمد وشكر. يعني أجمل حاجة ديروها في رمضان هي صلاة التراويح، كما تكملوا كلش وتدخلوا لهذيك البيت وحدكم، تجبدوا المصحف، تحطوا السجادة تاعكم وتختليوا مع نفسكم ومع ربي. هذا ما كان شوفوا شعور اقسم بالله يا بناتي يهبل. والصلاة في الدار خير من المسجد بالدوبة، صح في المسجد كي تخشعي مع الإمام وكلش، مي تاع الدار صح تختلي بنفسك.
نجيو للحاجة الثانية واللي تعتبر تاني مهمة بزاف في رمضان، واللي هي ختم القرآن والاستغفار. هذه ما كاش كيفاش تلعبوا فيها يا البنات، سواء انا ولا نتوما. ختم القرآن لازم تختموه. رمضان راهو يجي مرة في العام، وما نكذبوش على رواحنا، حنايا في رمضان ماشي كامل ما نعممش. انا عن نفسي شوفوا في رمضان يكون فيه قد رمضان يخرج وانا نبدا نزيد واهي، نولي ما نقراش من داك في المصحف، الصلاه الحمد لله ما نقطعهاش، بصح هذيك زعما تاع قيام الليل، هذيك تاع الفجر من داك ما نوضش، تاع المصحف ما نقراش كل يوم. ما نكذبش عليكم، اللي كاين واللي ما كاش ما كانش، هذه هي على بها نحب كيما يجي رمضان نمدلو حقه ونصومو على اكمل وجه، نصوم نصلي نصدق نقيم الليل نصلي التراويح تاعي نختم المصحف، يعني نكون فيه قد ما تغرني فيه حتى حاجه، لا مسلسل لا فيلم لا نتفرج في الفيسبوك لا والو. المهم ما نقولكمش مانيش نتفرج، يعني نتفرج بصح يعني شوفوا ديما حتى نكمل هادو الحوايج الاساسيين باه نولي نتفرج، كما المسلسلات هذوك تاع رمضان حتى نحكم بلاصتي نقولوا جويه ل11 ولا 12 نجبد نتفرج هذيك السويعه ولا زوج ونروح نرقد. نمد لكم طريقه سهله تختموا بها المصحف. المصحف فيه 604 صفحات، حنا عندنا 5 صلوات، نتيا بعد كل صلاة اقراي 6 صفحات. هي في الاصل تقدروا تقراو 4 صفحات وتختموا المصحف تاعكم في شهر، مي انا على بالي علاه قلت لكم 6 بنات وتفهموا عليا واش نقصد. هذه الطريقة راح تختموا بها المصحف تاعكم في شهر قد. إذا كنتوا حابين تختموا مثلا في 10 أيام ولا في 15 يوم ولا 21 يوم ولا زيدوا شوفوكم تلقاو الطرق، وإذا حبيتوا أنا نمدلكم الطرق خبروني في التعليقات. الفيديو الجاي إن شاء الله تاع أول رمضان إذا كنا من الأحياء وقدرت نشارك معكم روتين ولا هاني نعاود نهضر لكم عليها. الحاجة الثالثة هي ننظموا وقتنا. ديروا مثلا لا ليست، جدول صغير كتبوا فيه المهام اليومية تاعكم، سواء تسياق غسيل فريز طياب عبادة دراسة، المهم يعني شغل تديروا لا ليست تاعكم وتنظموا الأوقات تاعكم. نمدلكم مثال، صلوات كاينين 5، كل صلاة تصليها في وقتها. صلاة التراويح ديري لها وقتها بعد العشاء تكون لمدة نصف ساعة. قراءة القرآن هاني قلت لكم بعد كل صلاة 6 صفحات. ديري لا ليست تاعك تاع الماكله، ماشي نتيا كل يوم تكسري في راسك واش ديري. ديري قائمه اسبوعيه. القضيان تاني، القضيان لازم يكون اسبوعي، ماشي كل يوم نتيا خارجه تمشي وتجري في الفيلاج والصيام والدوخه والفشله ورقاد ما كيش شابعه. وتاني ماشي كل يوم تشرقي في راجلك ولا باباك. الرقاد لازم تنظميه، يعني هذا اهم حاجه. الرقاد لازمك 12 نتيا ديجا راقده، هذه اقل حاجه يعني 12 تاع الليل باه تقدري تنوضي للسحور وباش تصلي الفجر في وقته. بركة يوم. وما تنسوش الأعمال الخيرية كما الصدقة والطياب للأهل تاعكم. قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هادو هما أهم النصائح اللي مطبقتهم في حياتي وحبيت نفيدكم بهم، وربي يجعلنا من الصائمين القائمين والمقبولين ويبارك لنا في هذا الشهر إن شاء الله. نرجع للفيديو تاعنا. كما شفتوا سيقنا الصالو فرزناه. الدار هذه اللي راني صورلكم فيها راهي تاع جوز اختي، نورمالمون كما حفظتوها صاي. فرزنا هذاك الصالو، بدلنا له شويه الديكور تاعو، خرجنا هذيك لا طابل تاع الماكله حطيناها في الكوزينه. لهنا رانا نديرو في العشاء، هي في الحق اختي راهي دير وانا نصور. درنا هذا خبز طاكوس محشي، درنا بوراك ودرنا قراطه بطاطا. شوفوا على بالكم لهنا كنا ميتين بالعيا. هاد العشاء درناه كما نقولوا بطلوع الروح، خاطر سيقنا في دار عجوز اختي وزدنا طلعنا لدار اختي سيقنا فيها وطلعنا الماعن كامل، كان عندها بيت كومبلي معمر بالماعن والفراش والدنيا، طلعناه بكل دارها جديده باش يفرغ لها شويه هذاك البيت منين يلعبوا الاولاد حتى ما بيزمه ترحل. المهم هذا ما كان، حبيت برك نهضر لكم على الوقت تالي فيديو ان شاء الله لكنا من الاحياء تاع رمضان على شحال تحبوا نحط لكم مع الصباح جويه ل11 ولا في الليل. انا تبلي في الصباح خير، وانتم قولوا لي واش من وقت يساعدكم في رمضان تفرجوا فيه لي فيديو. وهكذا نكون لحقنا نهاية الفيديو يا جميلات. اسمحوا لي على الإضاءة عندهم كارثة وصوتي راني نهضر في الليل، الغاشي راهو راقد وانا نقصر معكم اللي هنا في الفيديو. نقول لكم نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله لكنا من الأحياء، ومع السلامة.